صرفنا وكلفنا، تعالى بقى اقول لك فايده المتحف المصري الكبير ايه وهتعود علينا بايه. بس قبل ما اقول لك لازم تعرف معلومه مهمه جدا، وهي ان السياحه في مصر كنز مش موجود في دول كتيره جدا، ويعتبر مصدر دخل اساسي بناكل وبنشرب منه، فالاهتمام بيها لازم يكون رقم واحد في اولويه الدوله. عدد المنشآت الفندقيه في مصر وصل ل 1270 منشاه وكلهم تقريبا كومبليت. وكاله فيتش بتتوقع زياده عدد السياح لمصر ل 18 مليون سايح، من سنتين ثلاثه كانوا 7 مليون على فكره. المتحف لوحده متوقع يزوره 5 مليون سايح. شوف بقى ال 5 مليون سايح دول اللي جايين يشوفوا المتحف هيصرفوا قد ايه طول مده اقامتهم. شركات سياحه كتير في مصر اعلنت ان نسبه الحجوزات عندها وصلت ل 100%، وعلى فكره ده مكمل لحد اخر السنه. شوف بقى الارقام دي هتخلق كام فرصه عمل وهتشغل كام واحد. اللي شغال في السياحه وفي النقل وفي المطاعم والمحلات التجاريه وكل المجالات هتشتغل. اهو شوف منشاه سياحيه واحده قادره تغير منظومه كامله متكامله بكل العاملين فيها بشكل مباشر وغير مباشر، وطبعا على بلدنا كمان. عشان كده تلاقي الصياح على المتحف عالي قوي.